المغرب ككل، مش بس كشعب او كجماهير، لا كمنظومه كلها بتتفاعل مع بعضها، ما بتوصلش لمرحله الاشتباك العنيف اللي هو يا انا يا انت. طول الوقت في كلاش ما بين الحكومه والناس والشعب، ده طبيعه الامور في العالم كله، لكن مش دايما بنقص الشعب او نقص الجماهير. دي الصراحه بشوفها ميزه عندهم بتخلي انه ايه، في مشاكل، بس لا احنا قادرين نتجاوز المشاكل في دي. في مشاكل بس في تفاهم يعني شويه. يا بالظبط. عم صحيح اللقطات اللي شفناها مش افضل شيء، ان هو المتظاهرين بيتسحبوا من قفاهم صح. مش اعتقالات واضحه يعني، وده نوع من انواع وان شاء الله يخرجوا. باذن الله. بس باذن على الله. الاقل هم بيعرفوا ينزلوا، احنا ممكن نحسدهم على صحيح. كده، لا انا هقول نحسدهم لك، على حاجات كتير انا الصراحه هقول في لك مصر مثلا يعني. حاجه غريبه جدا شفتها. في مذيعه مغربيه في منتهى الشجاعه، وهي على الهواء مباشره، استاذه سناء رحيمي، قالت بمنتهى الوضوح في عز الازمه دي، قالت لما يكون في افتتاح او تدشين لمركز يتم افتتاحه او مستشفى او مدرسه، بنلاقي الوزراء كلهم بيكلمونا كصحفيين واعلاميين، تعالوا وغطوا واتفرجوا وصوروا واستضيفونا. قالت انا بقالي 3 ايام بتكلم كل الوزراء كل المسؤولين، ولا واحد فيهم، ولا واحد وافق انه يطلع معايا لا في مقابله ولا في اتصال هاتفي. قالت ده على الهواء مباشره. انا بقول لك اهو مفيش واحد في مصر، تمام، يقدر انه يقول كده، مفيش مذيع في مصر يقدر يقول كده. صح دي يعني. بتكلم مين؟ بتخاطب وزراء. انت في مصر لو كلمت مسؤول قد كده وقلت له الكلمتين دول هيعرضها عليك، مش هيعرض عليك، انت مش هيحبسك يعني انت لو يعني شو يعني هيحبسك. احتمال ما تشوفش اهلك تاني. صح. يعني احنا بنحسدهم على شجاعتهم الصراحه، وبنتمنى لهم الاحسن السلامه. الصراحه والسلامه، بالظبط. ونتمنى لهم الخير. وكاس العالم شيء جيد جدا، شيء ممتاز يعني. استضافه كاس العالم مع افريقيا شيء حلو جدا، بس نتمنى ان مطالبهم تتحقق ويتم الاستجابه لمطالبهم، اللي هي صحه وتعليم اولا. الامور واضحه وبسيطه، زي ما بتصرف هنا اصرف لي شويه هنا، اعمل لي بس شويه بالانس ما بين ده وده. ولو أو مش هتقدر تعمل بالانس، فعلا الغي لي كاس العالم، وهات لي صحتي وتعليمي اولا وفرص عمل. بالظبط. ويا ريت بقى الدول برضو اللي ما عندهاش اصلا كاس عالم ولا هتستضيف بطولات تصرف بقى هي بقى على التعليم والصحه وتحارب التضخم، بدل ما هي ماشيه ايجيبت هو بيقول لك او كده. موروكو. يعني شوف بقى انت عايز تفهمها تفهمها، لو على مقاسك ايه. هو مع الاسف البيسا